وشفت واحدة طالعة من المية، شعرها اسود سايح، وشها مش باين كويس في الضلمة، عينيها كانت بتلمع ومنورة في الضلمة، ايديها كانت طويلة زيادة عن الطبيعي. بصت لي وقالت لي بهدوء مرعب: انت بتنصح الناس مني؟ طب تعالى شوف بنفسك، شوف اللي جوه المية. وحسيت ان رجلي بتتحرك لوحدها ناحية الترعة، كأن الأرض بتسحبني. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة النداهة، تأليف محمد نصر. أخطر حاجة ممكن تعملها في الناس إنك تلعب في عقولهم، تخوفهم بكلمة صغيرة، فكرة بسيطة تزرعها في دماغهم. العقل لما يصدق الخوف بيخلقه، بيطلع من الضلمة اللي جواه حاجات ملهاش شكل بس ليها صوت، صوت بيناديك وانت لوحدك. أنا إبراهيم، إمام جامع صغير في بلد جنب كفر الشيخ، بلد هادية جدا في النهار، الناس بتزرع وتضحك وتعيش زي أي بلد. بس أول ما الشمس تغيب والليل يخش، الدنيا بتتغير، تحس إن البلد مليانة أسرار. عندنا ترعة صغيرة على طول البلد، اسمها ترعة الميتين. سموها كده من زمان، وسموها كده من كتر الناس اللي غرقوا فيها، ومحدش بيقرب منها من بعد صلاة العشاء. الناس بتقول إن المية دي مش عادية، الأرواح اللي راحت فيها بتنادي على اللي لسه عايشين علشان تجيبهم معاها. وفي يوم من الأيام جالي شاب اسمه آدم، كان مرعوب لدرجة إن جسمه كله كان بيترعش، وشه أصفر. وقف قدامي يترعش وقال: يا شيخ، أنا بسمع صوت بينادي عليا كل ليلة من ناحية الترعة، صوت ست ناعم بتقول اسمي وتقول حاجات كأنها عارفاني من زمان. بصيت له وقلت له وأنا بحاول أهديه، بس قلبي كان مقبوض، يمكن وسواس من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت له يقول أذكار وما تقربش ناحية الترعة بالليل، وخليك في النور واشغل نفسك بقراية القرآن. هو بصلي وهز راسه زي ما يكون واحد بيحاول يصدق الكلام مع إنه متأكد إن مفيش حل، ومشي. بس بعد يومين جالي أبوه بيعيط زي العيال الصغيرة، عيونه حمرا ووشه وارم، بيقول: الحق يا شيخ، آدم اختفى ومحدش عارف هو راح فين. طلعت مع الناس ندور عليه بين الغيطان طول اليوم، والشمس كانت حامية، لحد ما وصلنا للترعة ولقينا أثر رجلين طالعة من المية، أثر رمل مبلول واضحة زي الرسم. بس الغريب إن الرجلين دي كانت راجعة لتحت، كأن اللي طلع من المية قرر يرجع جواها. في الليلة دي أنا ما نمتش خالص، كنت حاسس بحاجة بتراقبني من ورا الشباك، هوا خفيف بيلعب بالستارة زي ما يكون إيد بتحركها. والساعة عدت 2 بالليل، سمعت صوت خفيف زي همسة جاية من ناحية الشباك، سمعت حد بيقول: إبراهيم، إبراهيم. الصوت كان ناعم بس في وجع وحزن، كأن صوت ست بتبكي. أنا قمت أفتح الشباك وإيدي كانت بتترعش، لكن مفيش حد بره. بصيت على الترعة البعيدة، شفت المية بتتحرك لوحدها زي ما يكون في حد بيعوم، لكن مفيش حد. تاني يوم الصبح لقيت على باب البيت ورقة صفرة مكتوب فيها بخط غريب. هي ناديته وهو رد. أنا ما فهمتش معناها في الأول، بس الورقة دي خلتني أحس إن في عيون بتراقبني. وبعد أسبوع وأنا في صلاة الفجر والناس واقفة، شفت آدم واقف في الصف الأول، حزين زي ما يكون عليه هم كبير، ووشه باين عليه المرض.
وجسمه خاسس وعيونه تعبانة. قلت في سري الحمد لله إنه رجع، لكن بيني وبين نفسي عاوز أعرف إيه اللي حصل. ولما خلصنا الصلاة والناس بتخرج كنت بدور عليه، لكن ما كانش ليه أي أثر. سألت عليه الناس لكن مفيش حد شافه غيري. وفي يوم كنت ماشي في الغيط لوحدي على حيزة الترعة، والليل دخل عليا والبلد غرقت في السكوت. فجأة سمعت نفس الصوت، المرة دي كان قريب قوي، كأنه جوه وداني. الصوت كان بيقول: إبراهيم، إبراهيم، أنا هنا. وشفت واحدة طالعة من المية، شعرها اسود سايح، وشها مش باين كويس في الضلمة، عينيها كانت بتلمع ومنورة في الضلمة، ايديها كانت طويلة زيادة عن الطبيعي. بصت لي وقالت لي بهدوء مرعب: انت بتنصح الناس مني؟ طب تعالى شوف بنفسك، شوف اللي جوه المية. وحسيت ان رجلي بتتحرك لوحدها ناحية الترعة، كأن الأرض بتسحبني، والصوت بيملى راسي بكلام حلو زي السحر. فضلت أقرأ قرآن بصوت عالي، بس صوتها كان بيعلى معايا يغطي على صوت القرآن، لحد ما حسيت بإيد باردة زي التلج بتمسك رجلي وضوافر تغرس فيها. وبعدها كل حاجة سكتت وما حسيتش بأي حاجة تاني. ولما فقت لقيت نفسي على الأرض والدنيا نهار، والناس حواليا بيحاولوا يفوقوني ويهدوني. قالوا لي إنهم لقوني نايم على الطين عند الترعة، جسمي كله مبلول. ومن يومها وأنا مش بنام غير والنور مولع طول الليل، والمصحف مفتوح على صدري. وفي كل فجر قبل الأذان ب5 دقايق بسمع نفس الصوت من بعيد، بتضحك ضحكة الصوت زي الجرس. وأوقات كتير بسمع صوت آدم بيضحك معاها، لكن بصوت مخنوق. وفي يوم وأنا راجع من صلاة الفجر شفت من بعيد عند الترعة واحدة واقفة هناك. أنا خفت، لكن هي بصت في وشي وابتسمت ومشيت ناحيتي. ولما قربت كانت واحدة أنا عارفها كويس، واحدة عندنا في البلد الناس بتقول عليها بركة ولها كرامات، وأنا بقول عليها دجالة. اسمها أم عوض. وقفت قدامي وقالت: مالك يا شيخ؟ وضحكت وقالت: انت اتخضيت؟ رديت عليها وقلت: انت بتعملي ايه هنا في الضلمة دي؟ ردت عليا بصوت واطي كأنها بتقول لي سر، وقالت: احمي الناس من النداهة، بس مش الكل يستاهل، في ناس لازم تروح معاها. بعدها بأسبوع البلد كلها صحيت على صوت واحدة من الستات اللي كانت بتتعالج عند أم عوض بتصرخ زي المجنونة، بتقول إنها شافت النداهة عيونها بيضة وكانت بتبص لها وتنده عليها. الناس اتجننت والبلد بقت في حالة رعب، كل واحد بقى يشوف كابوس يقول النداهة ويجري يشتري بخور من أم عوض. وكل ده هي كانت تبيع وتعالج وتاخد فلوس الناس، وهي كانت بتخوف الناس أكتر. أنا ابتديت أشك إنها السبب في كل ده. وفي ليلة كنت واقف في الشباك شفت أم عوض ماشية ناحية الترعة، فكرت أروح وراها في الضلمة. كانت شايلة شنطة صغيرة سودة، استخبت ورا شجرة. شفتها بترمي حاجة في المية، إزازة صغيرة مليانة مية سودة، وتقول كلام غريب طلاسم بصوت واطي. وبعدها سمعت صوت ست بتضحك من جوه المية، ضحكة مرعبة. بس الغريب إن أم عوض ما خافتش خالص، بالعكس كانت بتضحك معاها. جريت على طول على الجامع، شغلت الميكروفون، صحيت الناس، البلد كلها اتجمعت. ورحنا لبيت أم عوض، لقيته مليان بخور ريحته يخنق، وطلاسم مرسومة على الحيطة بخط أحمر، ورق مكتوب بخط إيديها: كل نداء بروح، وكل روح بنداء، روح النداهة من روحي. فهمت ساعتها
إن كل الحكاية دي هي اللي عاملاها كانت بتخوف الناس بالسحر والوهم، علشان الناس تفضل محتاجة لها وتفضل تبيع لهم البخور والأوهام. بس لما الناس بدأت تصدق إن النداهة بقت حقيقة، طلعت من عقولهم زي وحش جعان. وفي يوم الناس صحيت على صريخ أم عوض، لقوها غرقانة في الترعة، وشها مقلوب ناحية المية، عيونها سودة مفتوحة واسعة من الرعب. وماتت أم عوض. لكن خوف الناس من الترعة ما ماتش، والأصوات ما سكتتش. الأصوات رجعت أقوى، صوت ناعم بينادي الرجالة من بعيد، نفس الصوت اللي كانت بتقوله أم عوض لما بتسحر الناس: تعالى يا حبيبي، تعالى شوفني، أنا مستنياك جوه. يمكن فعلا ما كانش في نداها قبل أم عوض، لكن لما تلعب بالسحر وتزرع الخوف في عقول الناس، الخوف ده بيطلع حقيقة.